الهدف هو أننا نأكد على مواقفنا في هذه الفترة الحساسة، في هذه اللحظة التاريخية. اللحظة التاريخية صعبة، اللحظة التاريخية فيها تحديات مطروحة للمغرب. الحكم الذاتي على الأبواب كيقتضي أننا نعطيو قوة سياسية حقيقية لأي حكومة تكون عندها طابع ديمقراطي، تكون عندها طابع سياسي قوي، تكون ملتزمة، تكون محترمة للأخلاق، تكون كذلك قادرة على الاستجابة لكل ما يواكب هذا الحكم الذاتي في مختلف جوانبه، ديمقراطية المجتمع وتفعيل الدستور على أرض الواقع، سياسة اقتصادية فعلية اللي كتخلق فرص شغل وكتخلق إمكانيات ديال ثروات جديدة وتوزيع هذه الثروات بشكل عادل. وهذه ماشي فقط شعارات، هذه امور احنا لن نكون ولا يمكن ان نكون في حاله تحملنا المسؤوليه ان نكون حكومه كتخدم اوليغارشيات او لوبيات مختلفه. احنا ما نعتبره اساسي هو انه اليوم هناك حصيله، هناك امور دارت، المغرب استطاع يحقق امور، هذه الحكومه ربما دارت امور، لكن في نفس الوقت هناك اختلالات مجاليه، اختلالات اجتماعيه، فقر اللي تزاد، هذا اللي نيت 4 مليون ديال الناس شباب والزياده ما قادرينش يواجهوا القوت اليومي، التقاعد باقي فيه مشكل، التغطيه الاجتماعيه فيها مشاكل اساسيه. احنا بعيدين كل بعد على الدوله الاجتماعيه، بعيدين كل بعد على ممارسه ديمقراطيه سليمه، وبالتالي نحتاج الى شيء اخر. وهذا الشيء الآخر نعتبر بأن في حزب التقدم الاشتراكي نجسده، ويمكن أن نتقدم من خلال ماضينا وحاضرنا ومواقفنا وجرأتنا. يمكننا حقيقة نشكلوا هذا البديل اللي كينطلق من سياسه يساريه كتصون المستشفى العمومي، كتصون المدرسه العموميه، كتلبي الحاجيات والانتظارات ديال الناس، كتحارب الغلاء المعيشه، تعمل على مراقبة الأسعار، على احترام الأخلاق في السياسة، على عدم تضارب المصالح، على عدم الاستفادة من صفقات عمومية وغير ذلك. الناس كينتظروا جدية، كينتظروا نزاهة، ونتمنى أن يكون تجاوب، لأن بلا تجاوب وبلا تصويت واسع ديال المواطنات والمواطنين راه غيبقى نفس الشيء، وغتبقى نفس السياسة، وغتبقى نفس الممارسات. ومع الأسف بالنظر لانعدام الثقة المصداقية المفقودة، هناك اليوم حقيقة واحد الميول إلى اعتبار بأن كل شيء بحال بحال، وهذا خطأ كبير، لأنه لا، هو ماشي كل شيء بحال بحال. هناك من ضحى، هناك من تلقى ضربات. حزب التقدم الاشتراكي ينتمي لهذه الفئة، ويتمنى أن يكون هناك تلاقي بين هذا الرغبة في التغيير، هذا الرغبة في الثقة وفي المصداقية وفي الملموس، وبين الالتزامات اللي كناخذوها على عاتقنا، بدءا بالتزام أخلاقي ووصولا إلى تحسين الأوضاع اليومية ديال المواطنات على